جليدي. عرض متنوع وكباش من كل السلالات حاضرة هنا في سوق الفقيه بن صالح. هذه السوق تتميز بجودة الأضاحي المعروضة فيه، والأمر يعود لعناية التي لها الكساب للقطيع طيلة السنة. وتنصرفوا عليه 3000 درهم بس يطلع علينا في العام بسيارته ماكلته. كاين الضياعه، كاين مصاريف بزاف لكم في العام، كاين الخدمه مادام مصاريف. السوق الفقيه بن صالح احسن سوق، السلعه موجوده، كل شيء موجود، ولكن السوق الثمن طايح بزاف. الثمن طايح. الشاري كيقول الثمن غالي وانت كتقول الساري راه زعما مره كنت شايف كاين اللي مشكله مع العلف والبهائم وكل شيء. وإذا كان مربو الأغنام يشتكون من غلاء الأعلاف وانخفاض أسعار الأضاحي، فإن بعض المشترين بدورهم يرون أن الأثمنة لا زالت مرتفعة على الأقل في الوقت الحالي. هو المليح بالثمن ديالو، بالنسبه للرخا ما كيرخى، بالنسبه للرخا ما كيسرخى. كي جاك السوق ديال الفقيه بن صالح؟ زعما كاين المليح الجوده كاين، ولكن زيد شويه الثمن، زيد شويه الثمن. العرض كاين، الثمن مناسب، يعني تقريبا من 1500 درهم حتى 3000 درهم، ولا كاليتي راه معروفه ديال المنطقه ديال الفقيه بن صالح. سوق الفقيه بن صالح للأغنام يعد من أكبر الأسواق الوطنية، زبناؤه من مختلف مدن المملكة، وذلك بالنظر لجودة السلالات